النهاردة بنقدم لك خبر فجر قلب الملايين. مي عز الدين اتجوزت، بجد ده أحلى خبر. أيوة اتجوزت من خارج الوسط الفني، وعاشت اللحظة اللي كلنا كنا مستنيينها. ألف مبروك يا أحلى مي في الدنيا. الميزة في الخبر إن مي ما أعلنتش قبل كده، وفاجأت الجميع بإعلانها على انستجرام. الحمد لله اللي بنعمته تتم الصالحات، مع تمنياتي بدعواتكم الصادقة والطيبة بالخير. الزواج تم مع الشاب أحمد تيمور، شاب من خارج الوسط الفني، بيشتغل مدرب لياقة بدنية أو في مجال الصحة واللياقة. مي شاركت صورها من حفلها وفستان بسيط جدا، وأبرز اللحظات وهي ماسكة صورة والدتها وسط الفرح، وكانت حركة عاطفية جدا ولفتت نظر الكل. الناس على السوشيال ميديا ما كانتش مصدقة المفاجأة، وانهالت التهاني عليها من نجوم الوسط وشعبها. وده بيوري ان الفرح الحقيقي لما بيجي من القلب الكل بيحس. الخبر مش مجرد زواج، ده رسالة اننا ممكن نغير حياتنا لما نقرر نفتح صفحة جديدة من اختياراتنا، مش من ضغط او توقعات الاخرين. زي ما مي اللي اختارت طريقها وخلت اللحظة تخصها. لو انت بتفكر تبتدي بداية جديدة، خليك مؤمن باختياراتك، ودعواتك ليها تكون صادقة، لان اليد الواحدة فعلا تقدر تطبطب لو انت قررت تسقف لنفسك. بس في سؤال بيطرح نفسه، ليه كل مرة فنانة تتجوز الناس تفتكر ان دي قضية رأي عام؟ يمكن لان الجمهور خلاص بقى متعود يعيش حياة الفنان اكتر من حياته هو. بس الغريب ان مي كانت دايما بعيدة عن ده، لا بتحب الترند ولا بتدخل معارك سوشيال ميديا. وعشان كده لما ظهرت بخبر حقيقي من حياتها، الناس صدقت وفرحت، لان البساطة بقت عمر نادر. هي ما قالتش تفاصيل ولا عملت مؤتمر ولا بوست طويل، بس البوست القصير كان كفاية يهز الانترنت كله. وده بيديك فكرة انك مش لازم تصرخ عشان الناس تسمعك، اوقات الهدوء بيكون اقوى من اي دوشة. اللي حصل مع مي مش مجرد خبر فني، دي قصة إنسانة كانت مستنية نصيبها بسلام، ما استسلمتش للوحدة وما صدقتش إن الوقت فات. وده يمكن السبب الحقيقي ليه الناس حبتها أكتر، لأنها بتفكرهم إن الهدوء مش ضعف، وإن التأخير مش خسارة. في زمن كله سرعة وترندات، مي اختارت تكون خارج السباق، وده في حد ذاته بطولة. وأجمل حاجة إنها فرحت بعيد عن ضجيج الشهرة، يمكن علشان السعادة الحقيقية مش بتتصور، بتتحس. ألف مبروك لعروستنا القمر، أحلى مي في الدنيا. بجد الخبر ده فرحني جدا. ودي كانت حكايتنا النهاردة من ورا الكاميرا ومن جوه الناس. فاكرين شعارنا؟ مش كل اللي بيبان على الشاشة هو الحقيقة. تابعونا، لأن كل ضوء ليه ظل، وكل قصة ليها وش تاني خلف الشاشة.